أنا الذي أرى هذه القلة، البعض قد يختلف معايا يقول لي دي نسبتها 5%، أنا أقول له 10%، أنا ده يقول 2%، ده يقول، لكن في النهاية التيار العام اللي بيمثله الإخوان المسلمين هو تيار إصلاحي. بمعنى الإصلاح يعني إيه؟ بمعنى أنه يقدم لمجتمعه والناس وأهله الإسلام المتسامح الوسطي المتواصل مع مجتمعه، الذي يحافظ على الأصول ويتعامل بمقاصد الشريعة وليس بتفاصيلها. وهو ده اللي حافظ على حركة الإخوان المسلمين أن تتحول ليس تنظيم. أعظم ما في هذه الحركة أنها مدرسة عالمية كلها. أنت حضرتك أنا حينما أذهب لأمريكا وأوروبا ألاقي تجمع إسلامي هناك دون تردد أقول دول إخوان مسلمين على طول، رغم ان هم مش لا اسمهم الإخوان ولا بيقولوا عن نفسهم الإخوان، لكن ما يقدمونه من فكر وخلق وسلوك هو نفسه اللي بشوفه في من يسمون الإخوان المسلمين في مصر. أنا كنت في موريتانيا من سنة تقريبا وقعدت مع التجمع الإسلامي هناك، فلقيته بيقول نفس الأفكار اللي بيقولها الإخوان المسلمين في مصر ونفس السلوكيات، ورغم ان هم مش اسمهم اخوان. وما راح لهمش حسن البنا في موريتانيا في ناوكشوط، ما راح لهمش. كان اول واحد من رموز الاخوان، اذا جاز ان انا اسمي نفسي رمز يعني، يزور موريتانيا هو انا، واول واحد يلتقي بالحركه الاسلاميه هو انا. ومع ذلك قلت ان انتوا عاملين زي اخوان العتبه والسيده زينب بالظبط في افكاركم وسلوككم. فهي مدرسه، يعني مدرسه يفخر بها كل مصري، لانها مدرسه نشأت من مصر، ودي قيمه مصر وعظمتها، أنها تنشئ هذه المدرسة وتجعلها تنتشر في العالم. هذا الانتشار هذا جهد لأبناء مصر ولتاريخ أبناء مصر ولمن ضحوا من رموز مصر من أجل أن تصل هذه المدرسة بهذا الانتشار الذي خصم هذا الانتشار. وهذه المدرسة خصمت من رصيد التطرف وخصمت من رصيد العنف في العالم، لان ساعات بعض الناس بيقول اللهم الاخوان المسلمين عملوا ايه للتطرف والعنف؟ نحن خصمنا من هذا الرصيد. ازاي يا دكتور؟ ازاي؟ لان في غياب الاعتدال يزداد التطرف، وفي غياب التسامح يزداد العنف. فنحن صمدنا على مدار 80 سنة نقدم الاسلام المتسامح السلمي ده كله. لولا هذا موجود لكان العنف اصبح اضعاف حجمه، ولا كان التطرف اصبح اضعاف حجمه، وبالتالي نحن نقول اننا خصمنا من هذا الرصيد. هناك تخوف من عودة العنف مرة اخرى بسبب التصريحات اللي احنا اتكلمنا عليها او بعض الممارسات ايضا اللي حضرتك كمان حتى اشرت اليها الان. الاخوان المسلمين اللي سيصبح لديها الان ايضا حزب سياسي، حتى وان حضرتك كنت اختلفت يعني مع اسلوب انشاء هذا الحزب، ولكن في النهاية هيكون ليها عمل سياسي الان بشكل رسمي وقانوني في المجتمع. ايه اللي ممكن تعمله جماعة الاخوان المسلمين علشان تعدل الصورة من تاني، علشان تواجه هذا العنف اللي فيه تخوف شديد منه من تيارات تسمي نفسها إسلامية أنا لست يعني في ظل جو الحرية واحترام حقوق الإنسان في التعبير وإنشاء منظماته وتنظيماته وعمله بشكل قانوني ومشروع. في ظل الحرية لها كيمياء، هي بتعالج كل هذه الأشياء. الحرية لها كيمياء. حينما تتوافر الحرية للناس ويستطيع أن يمارسوا حقهم في إنشاء منظماتهم أو تنظيماتهم، ويمارس حقهم في التعبير عن رأيه وأفكاره حتى لو كانت متطرفة، لأنه سيرى على الجانب الآخر الآراء المعتدلة فيدخل في حوار فيقل التطرف ويزداد الاعتدال. العلاج هو الحرية. حد بيقول العلاج لا هو قمع من أمن الدولة ولا تعذيب الناس في المعتقلات ولا تقديم الناس لمحاكم عسكرية كما فعل هذا النظام اللي ربنا خلصنا منه بفضله سبحانه وتعالى. لا، الحرية دع للناس حرية. العلاج الثاني والمهم من جانب الحرية هو أن تكون دولة سيادة القانون. القانون يجب أن يكون يطبق على الجميع بنفس المستوى. لا يجب أن حد يخطئ يتحاسب. لا فرق بين أن يكون كبيرا ولا صغيرا ولا مسلما ولا غير مسلم يتحاسب. القانون يجب أن يسود على الجميع كبير وصغير. أنا حييت أستاذي في القانون باعتباري أنا دارس قانون، يحيى الجمل، حينما ذهب وهو في هذا السن وهذا القدر العلمي إلى النائب العام حينما طلبه وجلس، والنائب العام وجهاز النائب العام تلامذة يحيى الجمل، وجلس ليحقق معه ويقول أقواله بمنتهى الاحترام والتقدير. شرف لأي مواطن حينما يقف بين يدي العدالة يقف مقدرا ومعظما لهذا المحراب، محراب العدل. وبالتالي الضمان هو الحرية، الضمان هو العدل الذي يتفرع من قضاء مستقل
لا دخل لاي سلطه للقضاء مستقله حقيقه يعني. ده هو هيخلي مجتمعنا يسير بشكل طبيعي، ويترتب عن الحريه وعلى العدل ان يكون مجتمع نامي منتج مبدع. مصر فيها ناس مبدعين كانت بتستولى عليهم هنا وهناك. مصر اولى باولادها. مصر فيها واولى باولادها، لكن هل هي على الطريق السليم الان ولا لا يا دكتور؟ احنا على بدايه الطريق السليم، وانا من الناس القلقين على الثوره. ما بقولش انا متفائل جدا، لكن يجب بعض الامور التي تتم ببطء احيانا نعالجها. حريات يجب ان تزداد، ما نحطش عقبات امام حريه الناس في تشكيل احزابهم ولا منظماتهم. انا بأنادي، كنت بقدر واشيد بالشباب والذين دعوني يعني لقصه الترشح دي الذي ما زلت افكر وادرسها. انا بأنادي كل شباب مصر ان في وقت الحريات عليهم لإنشاء مؤسساتهم المدنية لتنمية المجتمع. كما أقول إيد تبني مصر وإيد تحمي الثورة. نفعل هذا على شباب مصر ورجاله ونسائه أن ينشئوا مؤسساتهم، أحزابهم، مؤسساتهم، جمعياتهم التي تستهدف بناء الوطن. تستهدف بناء الوطن. يعني حضرتك من المنادين ببقاء التظاهرات في ميدان التحرير يا دكتور عبد المنعم؟ لا، هو ما فيش معنى لبقاء المظاهرات في ميدان التحرير. ميدان التحرير ده قلب البلد، يجب ان حضرتك عندك نفس القلق اللي موجود عند المتظاهرين؟ نعم، حضرتك عندك نفس القلق او القلق من نفس الاشياء اللي قلقان منها؟ انا قلقان طبعا. انا اشارك المتظاهرين، لكن احنا المظاهرات مع انها حق مشروع ويجب ان نحافظ عليه ولا نسمح باغتياله ولا بمنعه ابدا، لكن يجب ان تنظم. بمعنى لما نيجي نعمل يوم الجمعه مظاهره مليونيه حيث لا يوجد تعويق للمرور وذلك لنعبر عن حفاظنا على ثورتنا ومكتسباتها وقلقنا عن، يعني انا منزعج جدا لعمليه مواجهه الفساد. مواجهه الفساد بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه لا تجوز ولا تصح. احنا بطيئين. ناس بعد مرور شهر لسه بحول ناس واقول عليهم كان يجب من اول يوم يوضع رموز النظام كله تحت التحفظ، مش في السجن، لكن يتحفظ عليهم وعلى حساباتهم. وابحث لازم يدعم جهاز النائب العام بعدد كبير من المحققين. ده جهاز النائب العام يا دوبك يقدر يحقق في قضيه فساد واحده، فقضايا فساد بالمليارات احملها للنائب العام، ويبقى الحكايه ان كل ما حد يقول لي في فساد اقول له روح للنائب العام. الله، هو انا بقى يعني ما هذا لا يجوز ولا يصح. طيب، لانه وقتنا للاسف بيأزف، يعني انا عايزه افترض لاخر كام دقيقه معانا انه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح قرر بالفعل ان هو سيترشح لرئاسه الجمهوريه. عايزه افترض هذا الافتراض، وبما اني قاعده مع الرئيس المحتمل عايزه اعرف في سطور كده عريضه او في عناوين موقف حضرتك من عدد من الامور اللي هتشكل او يعني يكون ليها اهميه في حياتنا السياسيه المقبله. لو قلنا مثلا النظام الحكم، حضرتك بتفضل ان هو يكون حكم رئاسي ولا برلماني ولا رئاسي برلماني ولا ازاي؟ يعني حضرتك خدي رايي مش في السياق اللي قلتيه، لان انا زي ما بقول ما زلت افكر. لا، لو في راي تاني طبعا. يعني في السياق اللي حضرتك قلتيه انا رايي ما انا ليه اراء في كل القضايا دي. يعني انا وما امثله من حركه الاخوان لنا ارائنا وقفنا. ممكن نسمع. يبدو او في تقدير ان مصر النظام المختلط اللي قريب من النظام اللي في فرنسا اللي هو الرئاسي البرلماني هو الاقرب للحاله المصريه. هو الاقرب للحاله المصريه. مصر مجتمع في قيم هتجعل لرئيس الدولة قدر من التأثير اللي يجب أن نحافظ عليه بالقدر الذي لا يحوله إلى فرعون ولا مستبد. وده يحققه النظام البرلماني الرئاسي. فده انت بتسألي على يبقى ادي سؤال تاني فيما يخص وجود امرأة كرئيس لجمهورية او وجود قبطي مسيحي كرئيس لجمهورية. موقف حضرتك من ده ايه؟ الترشيح مش وجود. اصلا رئيس الجمهورية ما بيتعينش ترشيح طبعا. يعني. لا، ما انا بقصد انه يترشح واذا فاز. في الدولة الحديثة لا محل لغير المواطنة في الدولة الحديثة. وانا بفهمي للاسلام الذي اعتز به لا يجوز في الدولة الحديثة أن نفرق بين مواطن ومواطن في أي حق أو أي واجب. وبالتالي يكون حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مكفول لكافة المواطنين، سواء كان رجلا أو امرأة أو مسلما أو مسيحيا أو شيوعي أو يساري، مكفول للجميع. والقرار يأخذه الشعب من خلال صندوق الانتخابات.
وانا تناقشت قريب لسه بس صحيح من خلال تليفون مع استاذ الدكتور رأفت عثمان رئيس قسم الشريعه، لما اتصل بيا وقال لي ده في اجماع في الفقه على عدم جواز ان يتولى رئيس الدوله الاسلاميه ومسيحي او كذا. قلت له يا سيدي المخاطب، وده استاذي وشيخي العظيم اللي اعتز بيه، مخاطب بهذا الحكم هو المصوت، الفرد اللي راح يصوت خاطبه بهذا الحكم. احنا بنقول الناس تيجي وتصوت، اللي يدي ده يدي ده، لكن لا يجوز ان انا اصادر على الحق اي مواطن في الترشيح وابدا بحال من الاحوال. تمام. موقف حضرتك اذا اصبحت رئيس جمهوريه في العلاقه مع ايران؟ ملف ايران بالنسبه لنا هو من الملفات اللي بقى لها سنوات الحقيقه، يعني العلاقه لم تكن على ما يرام. انا ارجو ان انا بقول وحضرتك اعلاميه قديره لكل الاخواننا الصحفيين والاعلاميين وقيادات الرأي والثقافة ان احنا يجب ان ننتقل من حالة الرئيس المقرر والرئيس الذي يعني يحلم بحاجة يصبح يعملها الى حالة ان الرئيس يعني يبقى حواليه مجلس استشاري مستشارين، وبالتالي لا اتصور ان تكون علاقتنا بكذا او كذا طبقا لهوى السيد الرئيس هتبقى طبقا لايه او قناعته. هتبقى طبقا لايه؟ طبقا لمصلحة الوطن العليا التي يقررها ويؤسسها برلمان منتخب يمثل الشعب. وبالتالي طبيعي ان علاقتنا كمصر بكل الدول وكل الاطراف يحكمها مصلحة مصر، وبالتالي لا يوجد مبرر اصلا عند اي مصري ان تكون علاقتنا متوترة بايران او غير موجودة. احنا يجب ان يكون علينا علاقة جيدة بايران وباكستان وبتركيا وبسوريا وبليبيا. لماذا نوتر علاقتنا بالاخرين؟ لماذا؟ نحن لنا مصلحة وهؤلاء سند بحكم الامتداد الثقافي والحضاري لنا، ولكن نحن لا نقبل من اي احد ان يعتدي على حقنا. الكلام ده ينطبق ايضا على علاقتنا باسرائيل. انا بتكلم تحديدا فيما يخص اتفاقية كامب ديفيد، لما حضرتك بتقول علاقتنا بالجميع ولا في محاذير في الجميع؟ لا، ما انا بقول اللي بيضبط المسألة مصلحة وطننا العليا. فاذا كان مصلحة، حضرتك شايف ايه في اتفاقية كامب ديفيد؟ في اتفاقية كامب ديفيد ما فيش اتفاقية دائمة وابدا. احنا بنقول اي اتفاقية دولية الاصل ان تحترم الاتفاقات الدولية، وكل اتفاقية دولية بتحترم طبقا لعدد من الاشياء. مصلحة مصر في هذه الاتفاقية من استمرارها او عدمه، احترام قواعد القانون الدولي. ما فيش اتفاقية دائمة الى الابد، كل اتفاقية تحمل في نصوصها دعيه من الاتفاقات السريه. الاتفاقات السريه اصلا حتى لو كان دي ضد مصلحه الوطن ما يجوزش ان في حاجه اسمها اتفاق سري يعقده الرئيس مع اطراف دوليه دون علم البرلمان ودراسه البرلمان وقبول البرلمان، وبالتالي الموضوع يعرض على البرلمان ويدرسه. اذا وجد فيه مصلحه في مصر او لا يجد فيها، نفس الاتفاقيه تحمل في طياتها كيف تغير، كيف يضاف، كيف تحذف. كل ده محمول في وهذا كله من خلال البرلمان، كله من خلال البرلمان ليس من خلال الرئيس بس. بالتاكيد حضرتك يعني بحكم خبرتك السياسيه على مدار السنوات الطويله بالتاكيد ليك وجهه نظر. حضرتك بتقول حسب هي في مصلحه مصر ولا لا. عايز اعرف النهارده واحنا في عام 2011 شايف الاتفاقيه دي ازاي؟ شايفها هي زي ما هي كده في مصلحة مصر ولا شايفها محتاجة للمراجعة، محتاجة لإلغاء، محتاجة لإيه؟ هي محتاجة للمراجعة بالفعل، محتاجة للمراجعة. لكن أنا الحقيقة مش قادر أقول حاجة لأن الاتفاقية دي لها ملحقات سرية. لازم كل هذا يعرض على يعني مراكز دراسة وتدرس هذه المسألة ثم يعرض على البرلمان، وفي النهاية نضرب تعظيم سلام لقرار البرلمان أيا كان. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا على هذا الحوار، تشرفت بوجود حضرتك معانا. شكرا ليك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين وأمين عام اتحاد الأطباء العرب. إن شاء الله نشوفكم بكرة أفكركم أو أقول لكم إنه ضيفتنا هي الأستاذة داليا مجاهد، رئيس مركز جالوب للدراسات السياسية في أمريكا في أبو ظبي أيضا، وهي كانت من ضمن أيضا فريق مستشاري الرئيس باراك أوباما للشؤون الدينية. بكرة نقابلكم، تصبحوا على خير.